السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي وحبايبي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، سواء كنت ثانوي عام أو ثانوي بكالوريا، فأنت عارف إن أنت عندك امتحان الشهر الأسبوع الجاي إن شاء الله. وامتحان الشهر بتاعك هيكون على يونت 1 و 2. ما تيجي نعمل مراجعة سريعة عليهم كده عشان نخش الامتحان جاهزين نقفله بإذن الله تعالى. معاكم مستر حسام طلعت ويلا بينا نشرح يونت 1 و 2 من المنهج بتاعنا بأسهل طريقة ممكنة عشان نقدر نخش ونقفل امتحان الشهر. يلا بينا نبدأ. طبعا انت عارف ان عندك يونت 1 بيشرح الباست سيمبل، بيشرح قواعد يوزد تو، وحاطط معانا الملحوظه بتاعت I wish would rather و it's high time و it's about time و it's time. وعندك كمان يا مستر الباست كونتينيوس الماضي المستمر، وعندك الروابط اللي بتربط ما بينهم اللي هم while و as just as when و during. وطبعا يا مستر عارف ان انت عندك في يونت 2 بتتكلم على النسيسيتي واللاك اوف نسيسيتي، الضروره وعدم الضروره، وحاطين معاهم طبعا البليم والريجريت اللي هم اللوم والندم. يلا بينا نبدأ بسرعة كده على يونت 1. يونت 1 طبعا يا مستر اول جزئيه فيه هي الباست سيمبل او الماضي البسيط، مش محتاجين نتكلم فيها كتير. هو حدث حصل في الماضي وبيتكون من الفعل باضافه دي واي دي واي اي دي، والافعال الغير منتظمه تحفظ كما هي. ما اظنش ان احنا محتاجين نتكلم كتير في الجزئيه دي. وفي النفي بنفي بديدنت زائد المصدر او بنيفر زائد التصريف الثاني. وفي السؤال ببدا بديت فعل مصدر، والكلمات الداله زي yesterday last ago once in the past. واوعى تنسى يا مستر ان last يجي بعديها وقت، انما اجو الوقت يجي قبلها. اوعى تنسى الكلام العبيط ده. وفي المبني للمجهول بيبقى object was aware زائد التصريف الثالث. تعال بقى نخش على الفكرة المهمة جدا وهي الباست هابتس او العادات في الماضي. اول حاجة هنتكلم عليها هي استخدامات used to. يعني ايه used to يا مستر؟ قال لك يعني اعتاد ان. فانا يا مستر معنى كلمة اعتاد ان يعني كنت بعمل الحاجة ولكن توقفت. فبقول لك علي used to come early، الواد علي كان متعود يجي بدري، but now ولكنه الآن توقف. لاحظ حاجة مهمة قوي، أنا لو عندي هنا مثبت فاللي الناحية التانية هيكون منفي، ولو اللي عندي هنا فعل في المصدر فاللي عندي هنا هيبقى دو أو does، طبعا مثبت وإيه ومنفي. طب يا مستر امال انا هنا لما لقيتها بي قال لك راحت الناحيه الثانيه ام او از او ار. ركز في الحته دي عشان بتودي في داهيه. يا مستر يوزد تو لو جه بعديها اي فعل في المصدر فلما اجي اودي الجمله الثانيه اودي فيها دو او does، انما لو يوزد تو جه بعديها بي بودي الناحيه الثانيه ام او از او ار، طبعا مع مراعاه المثبت منفي والمنفي مثبت. هي ايه مستر حكايه المثبت منفي والمنفي مثبت؟ قال لك بص كده على القاعده اللي تحتيها، didn't used to لم يكن معتاد ولكن بدأ يعمل الحاجة. هقول لك هنا didn't، مش didn't دي منفية يا مستر، فلما جيت اودي الناحية التانية وديت مثبت. بقول لك هو ما كانش متعود يصحى بدري ولكنه الآن يفعل. يا مستر الناحية التانية انت جبت مثبت عشان هنا منفي. طب يا مستر ما هنا منفي بس لما لقيت بي فوديت الناحية التانية ام او از او ار. ركز، لو يوزد تو جه بعديها اي فعل في المصدر يبقى الناحيه الثانيه هنودي دو او داز، انما لو جه بعديها بي هودي الناحيه الثانيه حاجه من فيرب تو بي يعني ام او از او ار. خلي بالك ان انا بدل ما استخدم didn't use to ممكن استخدم never used to، تديني نفس المعنى. يا مستر تديك نفس المعنى. طب يا مستر افرض انا استخدمت was aware، قال لك ساعتها used to يجي بعديها الفيرب مضاف له ing. بس خلي بالك ان انا ممكن اقول wasn't او weren't. used to قال لك هيفضل برضه بعديهم الفيرب مضاف له ing. في فرق في المعنى؟ قال لك لا عادي، المثبت زيها زي used to والمنفي زيها زي wasn't used to، مفيش اي مشاكل. طب يا مستر بعد كده نتكلم على no longer. قال لك بص no longer دي اعتبرها زيها زي always و usually والحاجات دي، طبعا بعيدا عن المعنى بتكلم في القاعده. يعني قال لك يعني always و usually والحاجات دي لو جه قبلها مفرد فبعديها اس و اس واي اس، ولو اللي قبلها جمع فاللي بعديها فعل في المصدر. تعال نطبق القاعده دي. قال لك لو جه قبل no longer مفرد فالناحيه الثانيه هجيب اس واي اس واي اس، انما لو جه جمع هجيب الفعل في المصدر. بص كده he no longer studies، هو لم يعد يذاكر. he used to study، هو اعتاد ان يذاكر. بس بقول لك ايه، لاحظ كده السؤال هيجي لك بالشكل ده he not studies، ويقوم حاطط لك في الاختيارات يا ترى no longer ولا
used to ولا both؟ الإجابتين. وفي المثال اللي تحتيه يقوم كاتب لك he not study، ويقوم حاطط لك نفس الثلاث اختيارات no longer ولا used to ولا both اللي هي الإجابتين. وفي المثال الثالث يا مستر يقوم كاتب لك they not study، ويقوم قايل لك يا ترى هي no longer ولا used to ولا both، ويقول لك وريني شطارتك وقول لي. فانت يا مستر في المثال الاول عندك هنا محطوط اي اي اس، مين اللي بيجي بعديها اي اس؟ قال لك نو لونجر وانا مغمض. طب يا مستر في المثال الثاني ده مصدر، طب يا مستر ما هي بيجي بعديها مصدر، قال لك لا هي ما بيجيش بعديها مصدر، عشان كده الاجابه تبقى يوزد تو بس ونو لونجر هنا غلط. انما هنا لقيت زي يا مستر، هي مش زي هي اللي جابت المصدر، قال لك قال لك في الحاله دي يبقوا الاثنين صح، ما هي يوزد تو كده مصدر ونو لونجر برضو مصدر، في الحاله دي الاجابتين كانوا ايه؟ كانوا صح. بعد كده يا مستر ندخل على قاعدة any more و any longer. أول حاجة تكون عارفها يا مستر إن any بتنفي، فلازم تيجي مع don't أو doesn't، فبتبدأ بسبجكت don't و doesn't زائد الانفينيتيف، وفي الآخر خالص تحط any more و any longer. فبقول لك he doesn't study any longer، هو لم يعد يذاكر، أكنه قلت لك he used to study، هو كان معتاد أن يذاكر. طب يا مستر قال لك انا ممكن بقى اغير القاعده خالص واجيب فاعل، وركز انه لازم يبقى فاعل، لان لو مش فاعل القاعده تختلف. ممكن اجيب فاعل ام واز وار زائد يوزد تو زائد الفيرب زائد اي ان جي. امتى يا مستر استخدم القاعده دي؟ قال لك لما يبقى ما زال كان بيعمل الحاجه وما زال بيعملها. فمثلا هنا بقول لك I am used to working hard، انا معتاد على الشغل بجد، كنت بشتغل وما زلت بشتغل، كان معتاد على فعل الشيء وما زال لسه بيعمله لحد دلوقتي. قال لك خلي بالك ان used to مساويه الكلمه اسمها in the habit of، اللي هو معتاد على الحاجه دي. خلي بالك بقى من الملحوظه العبيطه اللي تحت دي، قال لك انا ممكن اجيب get او become او grow، ولو جه بعديهم used to ساعتها نحط verb مضاف له ing. بعد كده تعالى بقى ندخل على استخدام تاني ل used to. قال لك يا مستر يوزد تو لو جه قبلها اوبجكت يعني مفعول، قال لك في الحاله دي تيجي بمعنى مستعمل او مستخدم، ويبقى بي اللي هي ام او از او ار او وز او وير، وساعتها يجي بعديها يا اما تو يا اما فور، وتو المره دي بعديها فعل في مصدر، انما فور يجي بعديها اي ان جي. بس يا مستر دي مش يوزد تو بتاعت العادات، امال قال لك دي بتاعت الاستخدامات، مستخدم فيه. زي مثلا قلت لك هنا phones are used، الهواتف تستخدم، يا اما تو المصدر يا اما فور واي ان جي، قلنا ان الاثنين يبقوا ايه؟ يبقوا صح وتمام مفيش اي مشاكل. بعد كده يا مستر بيقول لك خلي بالك ان انا ممكن استخدم used زائد noun، وفي الحاله دي used تبقى صفه وليست فعل. يعني ايه يا مستر؟ يعني I bought a used car، انا اشتريت سياره مستعمله. يعني ايه يا مستر انت اشتريت عربيه مستعمله؟ قال لك يعني مالهاش دعوه بالعادات اصلا. هنا يا مستر they had a used phone، هم معاهم تليفون مستعمل، مالهاش اي دعوه بالعادات يا مستر، ده هنا الايه؟ الاستخدامات، او مستعمل مستخدم. ندخل بقى بعد كده على الباست كونتينيوس او الماضي المستمر. ايه هو الماضي المستمر؟ قال لك هو حدث استمر لفتره معروفه او محدده في الماضي، بيتكون من فاعل was were ing معلوم، انما مفعول was were being في المجهول. ما يهمنيش قوي، انا يهمني بقى يا مستر الروابط اللي هم while وas just as when وduring وon. مالهم؟ قال لك بص يا سيدي لازم تكون عارف ان while وas just as، واهم واحده الملكه بتاعت الدرس هي when، ينفع يجي بعديهم ماضي مستمر زائد ماضي بسيط، وده بيعبر عن حدث مستمر قطعه. حدث بسيط كان في حاجه مستمره شغاله وجت حاجه بسيطه قطعتها او وقفتها عن استمرارها. طب يا مستر زي ايه؟ قال لك while they were sleeping، هم كانوا مستمرين في النوم، التليفون رن، فلما التليفون رن صحاهم من النوم. طب يا مستر the phone rang as they were sleeping، التليفون رن وهم نايمين، يفضل يا مستر الماضي المستمر وقطعوا الماضي البسيط. بس خلي بالك مستر while as just as مربوطين دايما بالمستمر، لازم دايما بعديهم المستمر، فلو جبتهم في الاول بعديهم مستمر، طب لو جبتهم في النص برضه بعديهم
مستمر. طب افرض يا مستر انا لقيت الاتنين ماضي مستمر، قال لك بسيطة، حدثان مستمران في نفس الوقت، حدثان لم يقطع احدهما الاخر، ما فهمش حاجة عرضت التانية والاتنين اشتغلوا في نفس الوقت. زي المثال ده، هما بياكلوا وانا نايم، هل اكلهم قطع نومي او نومي قطع اكلهم؟ لا يا مستر، الحدثان مستمران في نفس الوقت. طب يا مستر خلي بالك بقى من وين. مالها وين يا مستر؟ قال لك بص، وين ينفع يجي بعديها ماضي ايه؟ بسيط، والناحيه الثانيه ماضي ايه؟ مستمر. يعني وين يجي بعديها بسيط شغال ويجي بعديها مستمر شغال. عشان كده قلت لك خلي بالك ان وين هي ملكه الدرس ده، بيجي بعديها بسيط وبيجي بعديها مستمر. فيا مستر يعني انت لو شلت وين من هنا وحطيتها هنا من غير ما تبدل البسيط والمستمر يبقى صح؟ قال لك اه صح. انما لو وايل قال لك لا، وايل لازم بعديها ايه؟ مستمر. طب خلي بالك ان وين ينفع يجي بعديها ماضي بسيط ماضي بسيط، امتى يبقوا الاثنين ماضي بسيط؟ قال لك عند سرد قصه او احداث متتاليه، بحكي لك حدوته قصه حاجات بتحصل ورا بعضها. زي ما اقول لك وين اي ووك اب، لما انا صحيت اي واش ماي فيس، غسلت وشي. وهنا في حاجه مستمره او حاجه قطعت الثانيه، ولا بحكي لك اللي حصل لما انا صحيت؟ بحكي لك اللي حصل. ندخل بقى على وايل وحالاتها الخاصه. قال لك بص، وايل ليها 4 حالات خاصه. الحاله الاولى ان يجي بعدها فيرب اي ان جي، وده لو انا بتكلم في الاكتيف اللي هو مبني للمعلوم. ممكن يجي بعدها بينج زائد البي بي، والكلام ده لو باسيف مبني للمجهول. ممكن يجي سبجكت ووز او وير، صفه او حرف جر. او ممكن يا مستر احذف السبجكت واحذف ووز ووير واسيب حرف الجر. تعال نشوف مثال. وايل بلاينج، انا اللي هلعب يا مستر صح؟ يبقى مبني للمعلوم. طب وايل ذا بيبي، هو مش البيبي يا مستر هو اللي هيفحص ولا يفحص؟ قال لك لا يفحص، يبقى مبني للمجهول. بس خلي بالك فاعل الجملة الأولى لازم يبقى هو فاعل الجملة الثانية، أو مفعول الجملة الأولى هو مفعول الجملة الثانية. يعني هنا مين اللي هيلعب؟ أنا. هنا يا مستر مين اللي هيفحص؟ البيبي. فالفاعل بتاع الأولى هو فاعل الجملة الثانية، أو مفعول الجملة الأولى هو مفعول الجملة الثانية. بعدها قلت لك يا مستر وايل اي واز ان اليكس، بينما كنت في الاسكندريه. طب ما انا ممكن يا مستر اقول لك وايل ان اليكس على طول والاثنين يمشوا مظبوطين. خلي بالك بقى نقول ملحوظه مهمه قوي 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 هنا. مستر هو دايما الماضي البسيط بيقطع؟ قال لك لا مش دايما. ما هنا بقول لك بينما كنت في الاسكندريه انا تعلمت السباحه. هل يا مستر لو انا في اسكندريه وتعلمت السباحه ده هيقطع وجودي في اسكندريه؟ لا. فالبسيط مش دايما بيقطع، بس معظم الوقت هيقطع. تعالى بعد كده نخش على ديورنج اللي بمعنى اثناء او خلال. ومعظم الكتب كاتبه ان ديورنج بيجي بعديها ناون، اسم. طب ايه نوع الاسم يا مستر؟ ما انت لو قلت لي اسم عادي هقول لك ديورنج حسام، اثناء حسام. طب اقول لك حاجه غير عاقل، ديورنج ذا بورد، اثناء البورد، ينفع؟ برضو لا يا مستر. انما يا مستر لازم يكون اسم حدث، اسم حاجه بتستغرق مده زمنيه. زي ايه؟ قال لك ده during the film، اثناء الفيلم. during the school day، اثناء اليوم الدراسي. during the holiday، اثناء الاجازه. الاسامي دي كلها يا مستر بتاخد ايه؟ بتاخد وقت، بتستمر لمده. فعشان كده قلت لك انا هنا في المثال بتاعي during the film، هو الفيلم ده يا مستر مش بياخد وقت؟ يبقى ينفع. اثناء الفيلم I was eating، انا كنت باكل. كده يا مستر لم يقطع. لو الفيلم شغال وانا قاعد باكل، هل اكلي يقطع الفيلم او الفيلم يقطع اكلي؟ لا لم يقطع. انما لما اقول لك ان الكهرباء قطعت، لا يا مستر ده قطع. لو انا قاعد بتفرج على التلفزيون والكهرباء قطعت يبقى الفيلم ايه؟ الفيلم اتقطع او اتوقف. بعد كده بقى يا مستر هنتكلم على الملحوظه بتاعه it's time would rather وsuppose wish. قال لك بص يا مستر، دول لو جه بعديهم سبجكت فاعل يجي بعديهم تصريف تاني، بس مش دي المشكله. المشكله ان هم هيعبروا عن ايه؟ المضارع. دي قواعد التمني او الافتراض او التخيل، بستخدم بعديها ماضي بسيط عشان اعبر عن المضارع، لانها في الغالب حاجه مش هتحصل. فبص كده I'd rather she studied hard، اتمنى ان هي تذاكر بجد. تذاكر دلوقتي، بس هي هتعمل ده؟ لا يا مستر. طب مستر هفرض معاك بقى ان انا لقيت سبجكت هاد وبيبي، قال لك في الحاله دي يبقى بنعبر عن الماضي. وفي الغالب مش دايما، في الغالب بتبقى ندم، في الغالب بتبقى لوم او ندم. زي المثال ده I'd rather she had studied hard last week. كده يا مستر انا بلومها ان هي ما ذاكرتش بجد الاسبوع اللي فات، لان دي معناها كنت افضل انها كانت ذاكرت بجد الاسبوع الماضي، معنى كده ان هي ما ذاكرتش.
طب يا مستر would rather بيجي بعديها مصدر، wish to المصدر، it's time to المصدر، بس الكلام ده في حالة عدم وجود فاعل. لو مفيش subject بنجيب بعد would rather مصدر، بعد wish to المصدر، وبعد it's time to المصدر. نخش بعد كده على يونت 2. في يونت 2 يا مستر بنتكلم على النسيسيتي واللاك اوف نسيسيتي، الضرورة وعدم الضرورة. مستر اول حاجه نكون عارفينها هاف وهاز تو اللي بيجي بعديهم الفعل في المصدر، وهما بمعنى ملزم او مضطر ان. بتعمل الحاجه غصب عنك، ولو ما سمعتش كلامي هعاقبك وبفرضها عليك اجبار والزام. فقلت لك يو هاف تو وير ا هيلمت، انت لازم تلبس هيلمت، انا بفرض عليك ان انت تلبس الهيلمت، ولو ما لبستش الخوذه بتاعتك ممكن اطردك من الموقع، ممكن ادفعك غرامه وحاجات كتير. طب يا مستر هل استخدامك لكلمه جوت في النص بدل ما تقول هاف تو تقول هاف جوت تو هتفرق في حاجه؟ قال لك لا، الاتنين صحاح ما فيهمش اي مشاكل، بس في الجمله في المثبت، لان في النفي تختلف. طب يا مستر ندخل بعد كده على كلمه نيد ونيدز اللي هي بتعبر عن الاحتياج، هي ضروره بس احتياج. فاقول لك سبجكت نيد طبعا مع الجمع، ونيدز مع المفرد، تو زائد الفعل في المصدر. I need to buy a new phone دي ضروره، انا محتاج اشتري تليفون جديد. وطبعا يا مستر دي اكسبريشنز بتعبر عن الضروره، ان الحاجه دي من الضروري فعلها. it is necessary، خلي بالك ان دي بالار، بس يا مستر دي بالتي. هو ايه الفرق؟ قال لك الان ممكن اقول it is a necessity to، ممكن اقول it is necessary على طول. وخلي بالك ان الآ لو جت قبل الماست تحط تو، الآ لو جت قبل الماست تحط تو، الآ قبل الماست تحط تو. طب يا مستر عدم الضروره بقى، قال لك الاول هنفي بدونت او doesn't واجيب بعديها هاف او نيد تو زائد المصدر، ده النفي في البدايه. بس لو انا لقيت جوت قال لك ساعتها تنفي بهافنت او هازنت، سهله وبسيطه. قال لك ركز لي بقى على نيدنت، لان نيدنت بتيجي بدون تو، نيدنت بتنفي، والثلاثه دول في النفي زي بعض، بس الفرق ان نيدنت لما بستخدمها ما احطش تو، ما احطش تو، ركز لان الحته دي هنحتاجها تحت. فيا مستر العبارات اللي بتعبر عن عدم الضروره isn't هماهم الفرق ان هي بدل ما is خليتها isn't. نخش على الفيوتشر او المستقبل. قال لك بسيطه يا مستر، هتزود will في المثبت وونت في المنفي، وتبقى will بمعنى هيبقى مضطر، وونت بمعنى مش هيبقى مضطر. فلما اقول لك he will have to study hard هو هيبقى مضطر يذاكر بجد، معنى كده ان دلوقتي في الغالب غير مضطر. طب هنا قلت لك he won't have to get up early هو مش هيبقى مضطر انه يصحى بدري، معنى كده انه في الغالب مضطر يصحى بدري دلوقتي، بس في المستقبل مش هيبقى مضطر. بعد كده بقى نخش على الماضي. خلي بالك ان الماضي فيه تركايه، بس تعالى اول نقول المثبت. المثبت سهل، قال لك يا مستر في المثبت هتجيب الماضي من هاف وهاز اللي هو هاد، والماضي من نيد اللي هو نيدد، وهي هاد تو ووك هوم، وما فيهاش اي مشاكل. تعالى بقى اسالك سؤال، مستر هو انا قلت لك انت ما كنتش مضطر تيجي بدري، طب يا ترى انت كده جيت بدري ولا ما جيتش؟ طب لو قلت لك هي ما كانتش محتاجه تشتري الخبز، طب اشترت ولا ما اشترتش؟ عدم الضروره في الماضي دايما بيخليني اطرح على نفسي سؤال، الفعل تم ولا ما تمش؟ هو ما كانش ضروري وما كانش مهم، بس يا ترى اتعمل ولا ما اتعملش؟ قال لك تعالى بقى نشوف عندنا 3 قواعد. اول قاعده بتقول لك didn't have to، ثاني قاعده بتقول لك didn't have بيبي، والاخيره بتقول لك didn't need to. تعالى بقى نبص كده من المثال ونحاول نستنتج. He didn't have to buy milk هو ما كانش مضطر يشتري لبن. It's fine ده عادي ما يهمكش. يبقى انت اشتريت؟ قال لك لا. يبقى مستر القاعدة بتقول لك لم يكن مضطر أن يفعل ولم يفعل، ما كانش مضطر يعمل الحاجة وما عملهاش، لم يكن مضطر أن يفعل ولم يفعل. تعال نشوف القاعدة الثانية، بقول لك he needn't have bought all that milk ده دلوقتي بقى عندنا كتير قوي، ما كانش مضطر يشتري اللبن ده كله، بقى عندنا لبن كتير. يبقى يا مستر هنا اشترى، لم يكن مضطر أن يفعل ولكن فعل. هنا انت عملت الحاجه. تعال بقى بص على المثال الاخير، بقول لك he didn't need to buy milk with kit يبقى انا ما اعرفش فعل ام لا. فالثالثه بتقول لك لم يكن مضطر ان يفعل ولا نعلم فعل ام لا. يبقى يا مستر هم 3 قواعد، الاولى بتقول لك لم يكن مضطر ولم يفعل، والثانيه بتقول لك لم يكن مضطر ولكن فعل، والثالثه بتقول لك لم يكن مضطر ولا نعلم فعل ام
لا، يبقى 3 قواعد. الأولى لم يكن مضطر ولم يفعل، دي didn't have to. الثانية لم يكن مضطر ولكن فعل، ودي needn't have be. والثالثة والأخيرة هو لم يكن مضطر ولا نعلم فعل أم لا، ودي didn't need to. نخش بعد كده يا مستر على must. must اللي هي بمعنى يجب أن. قال لك أول استخدام ليها هو الإلزام الداخلي والمشاعر الداخلية. وخلي بالك الالزام الداخلي او المشاعر الداخليه انا بعمل حاجه بمزاجي من جوايا، محدش فرضها عليا. زي مثلا ان انا must study hard، هل في حد بيجبرني على المذاكره ولا بذاكر من دماغي بمزاجي؟ قال لك لا، من دماغك وبمزاجك يا مستر. طب الاستخدام الثاني قال لك القوانين العامه، اللي هي القوانين اللي بتمشي على العالم كله او على الدوله كلها او على الناس كلها. زي ان drivers must wear seat belts، ان السائقين لازم يلبسوا احزمه الامان. ده يا مستر قانون عام بيمشي على كل السواقين ولا بعضهم؟ لا يا مستر، على كلهم، يبقى ده اسمه قانون ايه؟ قانون عام. بعد كده الدعوه بحراره. يعني ايه يا مستر الدعوه بحراره؟ قال لك يعني عزومه حقيقيه مش عزومه مراكبيه. يعني مثلا في مثال دايما انا بحب اقوله للطلبه بتوعي: يا شباب انا فرح الاسبوع الجاي يبقوا تعالوا، وسكت. حد هيجي؟ لا يا مستر. ليه؟ ما انا ما قلتلكش امتى ولا فين ولا الساعه كام. ده بالظبط عامل زي لما يبقى حد قاعد على القهوه وحد يعدي من قدامه يقول له تعالى اشرب شاي، دي عزومه مراكبيه. تعالى اتفضل معانا، دي عزومه مراكبيه. انما يا مستر لما ابقى بعزمك دعوه حقيقيه او عزومه حقيقيه هستخدم ماست. زي المثال اللي قدامك ده: when you come to Egypt، لما تيجي مصر you must visit me، يجب ان تاتي لزيارتي. طب دي دعوه حقيقيه ولا عزومه مراكبيه؟ قال لك لا يا مستر، دعوه بحراره لانه استخدم ايه؟ ماست. طب والنصيحه بقوه بمعنى افعل؟ قال لك انت لو فارق معايا وفيني وبينك مشاعر وبنصحك بقوه ونفسي ان انت تسمع كلامي جدا هستخدم ماست. انما لو انت مش فارق معايا ما استخدمش ماست. فلو حد نصحك باستخدام ماست يبقى انت فارق معاه. فلما اقول لك you must study hard انت كده فارق معايا وبنصحك بقوه ان انت تذاكر بجد. خلي بالك ان must بتساوي am is are obliged to. انا نسيت ال هنا، مش مشكله. بعد كده يا مستر عندنا ممنوع او محرم. ممنوع او محرم يا مستر اللي هي mustn't. اول استخدام ليها هو المنع والتحريم. وخلي بالك من حاجه مهمه جدا: mustn't ما فيهاش ماضي ولا مستقبل. الحاجة الممنوعة هو منع تام، ماضي مضارع مستقبل، ملهاش أشكال، ما بيجيش غير في المضارع. لأن الحاجة لو ممنوعة النهاردة فهي ممنوعة امبارح وهي ممنوعة برضه بكرة. يبقى المنع والتحريم بمustn't هو منع تام في كل الأزمنة. فلما أقول لك you mustn't cross when the lights are red، ممنوع تعدي وهي الإشارات لونها أحمر. مستر ممنوع أعدي النهاردة بس امبارح كان ممكن. طب ممنوع امبارح بس النهارده ممكن. طب ينفع بكره؟ لا، هو هنا منع تام، ممنوع تماما حد يعدي في الاشاره الايه؟ الحمراء. زيها زي ان people mustn't smoke in hospitals، الناس ممنوع تشرب سجاير في المستشفى. الاسبوع ده ولا الاسبوع اللي فات ولا وقت الكورونا ولا دايما؟ لا يا مستر، ده منع ايه؟ تام. طب يا مستر mustn't برضه تيجي في النصيحه بقوه بس المره دي بمعنى لا تفعل. بنصحك بقوه ان انت ما تعملش. زي you mustn't waste your time، ما انصحكش تضيع وقتك بس اقدر امنعك تضيعه. لا يا مستر ما اقدرش، دي نصيحه بقوه. عندنا بقى بعض الكلمات اللي بتساوي mustn't زي forbidden، prohibited، banned، illegal. وانا عايزك تركز لي على not permitted و not allowed. ليه بقى؟ قال لك دول اللي يجوا مكان mustn't في الماضي والمستقبل. يعني ايه؟ نفرض ان انت عملت مصيبه فباباك او مامتك منعوك ان انت تخرج امبارح، وكان امبارح بس النهارده هتخرج عادي. يبقى يا مستر ساعتها هتقول ايه؟ I wasn't allowed to go out yesterday. هنا ما ينفعش تستخدم mustn't ابدا. ليه يا مستر؟ قال لك اصل المنع ده كان متخصص بامبارح، النهارده تقدر تخرج يبقى المنع ما كانش دائم، كان في موقف او في وقت معين. ساعتها استخدم not allowed او not permitted، طبعا باختلاف بقى الووز والوير والام والاز والار وهكذا. ندخل بعد كده على should في النصيحة الأول في المضارع. قال لك يا مستر should سهلة خالص، بيجي بعدها فعل في المصدر وبمعنى ينبغي أن. قال لك بص بقى البدائل بتوعها: had better وفي النفي اسمها had better not، would rather وفي النفي اسمها would rather not، advise to المصدر وتبقى advise not to المصدر، if I were you I would وفي النفي تبقى wouldn't. وركز لي بقى على ought to وفي النفي تبقى wouldn't. ليه يا مستر؟ قال لك أصل في الماضي
بيبقى عندنا should بتيجي في حاجه اسمها regret وبليم. وخلي بالك ان الريجريت ده بيجي في حالتين. ايه يا مستر هما؟ قال لك اصل ريجريت يعني ندم، فاللي بيندم بيكون I او we. باقي الضمائر تبقى بليم، بلومهم. مستر should هيجي بعديها have زائد البي بي، والبديل الوحيد هو ought to have زائد البي بي. ولا ينفع اقول would rather ولا had better ولا I advise ولا الكلام ده، ما ينفعش. وفي النفي تبقى shouldn't have زائد البي بي. وخلي بالك بقى من الملحوظه اللي هنقولها دلوقتي، المثبت يديك المعنى المنفي والمنفي يديك المعنى المثبت. انا سرحت يا مستر، ايه اللي انت بتقوله ده؟ قال لك اصل هي المثبته دي بمعنى كان ينبغي ان تفعل ولكن ما عملتش، انما المنفيه بقول لك ما كانش المفروض تفعل ولكن فعلت. برضه ما فهمتش. ما تيجي نشوف المثال ده. You should have studied، كان ينبغي ان تذاكر بس انت ما ذاكرتش. طب لو هي shouldn't بقول لك ما كانش المفروض ان انت lied. You shouldn't have lied، ما كانش المفروض تكذب بس انت كذبت. يبقى يا مستر المثبته اديتك منفي ما حصلش، انما المنفيه اديتك مثبت وحصل. يبقى المنفي مثبت والمثبت منفي. والمثال الثاني بقول لك you ought to have come early، كان ينبغي ان تاتي مبكرا. يبقى انت ما جيتش مبكرا. وانا بقول لك I shouldn't have forgotten my book، انا ما كانش المفروض انسى كتابي بس انا نسيته. يبقى المثبت يدي معنى منفي والمنفي يدي معنى مثبت. وبكده احنا نكون وصلنا لنهايه يونت 2 وخلصنا المراجعه بتاعه يونت 1 ويونت 2 اللي هنمتحن عليها ان شاء الله امتحان الشهر بتاع اكتوبر. واتمنى ان انتوا تكونوا مذاكرين كويس قوي ومستعدين للامتحان ان شاء الله، واتمنى اكون قدرت افيدكم وتكونوا فهمتوا باقصى قدر ممكن. اشوفكم في فيديو جديد، يلا بينا، سلام.